وإن أقبلت أدناني، وإن قصرت عافاني، وإن قصرت عافاني، وإن أحسنت جازاني، وإن أحببت والاني، وإن أخلصت نجاني. إلهي أنت رحماني فصرف عني أحزاني. أيها الأفاضل، تعالوا بنا في كل ليلة من ليالي رمضان بإذن الله جل وعلا لنعيش مع قبس من مشكاة الأنوار، لنعيش مع حديث قدسي يرويه الحبيب النبي عن الرب العلي، يرويه صدر الرواه ومصدر الثقات عن رب الأرض والسماوات. بعد هذه المقدمة المنيرة، واسمحوا لي أن أجعلها مقدمة ثابتة كل ليلة بين يدي القبس الذي سأختاره بإذن الله جل وعلا من مشكاة الأنوار. وأرجو أن تسمحوا لي كما تعودنا دائما أن نؤصل لموضوعنا تأصيلا علميا هادئا معتبرا بإذن الله تعالى. فهذه الليلة سأجعلها بإذن الله تعالى توطئة ومقدمة بين يدي مشكاة الأنوار، أقف فيها مع حضراتكم على أصول مهمة لنفرق بين القرآن الكريم وبين الحديث القدسي وبين الحديث النبوي. نعم، لا ينبغي أن أدخل مباشرة على المشكات لأستخرج منها كل ليلة قبسا نورانيا مباركا قبل أن أفرق بين قرآن الرب العلي وبين الحديث القدسي وبين الحديث النبوي. وأنا أعلم أن هذه الأصول قلما تطرح على الفضائيات، لكن أرجو أن ينتبه إخواني وأخواتي، فسوف تسعدون إن شاء الله تعالى بهذه الفروق لنقف على الفارق الكبير بين قرآن الرب العلي وبين الحديث القدسي، وكذلك لنقف على الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي. أولا، تعالوا لنتعرف على القرآن وعلى الحديث القدسي. القرآن الكريم كلام الله تعالى المنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، المعجز بلفظه ومعناه، المتعبد بتلاوته، المتحدى بأقصر سورة منه، المنقول إلينا بطريق التواتر، المكتوب في المصاحف من سورة الفاتحة إلى سورة الناس. هذا تعريف القرآن الكريم. تاني خلي بال حضرتك معايا وانتبهي أيتها الفاضلة، لأنه لا ينبغي أبدا أن يغيب عنا تعريف القرآن الكريم. القرآن الكريم هو كلام الله تعالى المنزل على قلب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، المعجز بلفظه ومعناه، المتعبد بتلاوته، المتحدى بأقصر سورة منه، المتحدى بأقصر سورة منه، المنقول إلينا بطريق التواتر، المكتوب في المصاحف من سورة الفاتحة إلى سورة الناس. هذا هو تعريف القرآن. يشتمل القرآن الكريم على 114 سورة، 114 سورة، تتكون من 6236 آية، 6236 آية بعد الكوفيين، و6666 آية بعد غير الكوفيين. وهي كالتالي: الأوامر 1000 آية،
النواهي 1000 آية، الوعد 1000 آية، الوعيد 1000 آية، القصص والأخبار 1000 آية، العبر والأمثال 1000 آية، الحلال والحرام 500 آية، الدعاء 100 آية، الناسخ والمنسوخ 66 آية. تاني، القرآن الكريم يشتمل على 114 سورة تتكون من 6236 آية بعد أهل الكوفة، أو 6666 آية بعد غير أهل الكوفة. وهذا الفارق في عدد الآيات ناتج عن اختلافهم في ترقيم الآيات أو احتساب هذه آية، أو يقسمون هذه الآية إلى آيتين. فمنهم من يرى غير المغضوب عليهم ولا الضالين يعدها آية، ومنهم من يرى غير المغضوب عليهم آية ولا الضالين آية. ومن هنا ينشأ الفارق بين أهل الكوفة وغيرهم في عد آيات القرآن الكريم. فغير أهل الكوفة يقولون القرآن يشتمل على 6666 آية، هي الأوامر 1000 آية، النواهي 1000 آية، الوعد 1000 آية، الوعيد 1000 آية، القصص والأخبار 1000 آية، العبر والأمثال 1000 آية، الحلال والحرام 500 آية، الدعاء 100 آية، الناسخ والمنسوخ 66 آية. القرآن الكريم كنز حقائق، كنز معان، وبحر حقائق، ونهر جواهر، ودرج زواهر. القرآن الكريم كنز معان، وبحر حقائق، ونهر جواهر، ودرج زواهر، ودقة نظم، وجمال أسلوب، وعذوبة لفظ، وبهاء رونق، وكمال بيان. فهو كلام الله جل وعلا، فهو كلام الله جل وعلا الذي هو منبع كل حكمة، ومعدن كل فضيلة، وأصل الأصول، وطريق الوصول إلى السعادة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فهو كما أقول دوما في مقدمة حلقات التفسير الحجة البالغة، والدلالة الدامغة، والنعمة الباقية، والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور، والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. القرآن الكريم فضله على كل كلام كفضل الله جل وعلا على كل خلقه. وسنقف على بعض الفروق الآن بينه وبين الحديث القدسي، لكن هذا تعريف القرآن الكريم. فما هو تعريف الحديث القدسي؟ انتبه معي أيها الحبيب اللبيب. الحديث القدسي أو الحديث الإلهي أو الحديث الرباني كلها مسميات ثابتة للحديث القدسي، لكن أشهر هذه المسميات الحديث القدسي. وسمي الحديث القدسي بذلك نسبة إلى القدس أو القدس بضم الدال أو بتسكينها، نسبة إلى القدس بضم الدال أو بتسكين الدال، نسبة إلى القدس. والقدس في